fucking drunk. مرحبا اخواتي، كيفكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم عندنا تحدي هو النوع الاول على القناه، وان شاء الله يعجبكم. هو راح نجيب تنتين سندويشتين شاورما وراح ناكلهم، يعني سباق. هو اللي راح يخلص اول هو راح يامر الثاني، يعني يامر بشيء وراح ينفذه اجباري. يعني راح يخيروا بين ثلاث شغلات، ومن بين هالثلاث شغلات راح يختار وحده وراح ينفذه اجباري. واستنوا معنا، واذا عجبكم قولوا لي بالتعليقات وراح نعمل تحديات جديده. خليكم معنا، راح فوز انا وان شاء الله. انا راح اخسره وتابع. نفذت بعد هالمعاناة الكبيرة وشفتوا كيف عم ناكل مثل وهلا راح خير العمار بين ثلاث شغلات، وراح يختار عمار بين هالثلاث شغلات وراح ينفذ التحدي اللي اتفقنا عليه. هو التحدي الاول عمار انه تكون ماشي سيارة بالتاكسي، يعني سيارة تاكسي ماشي، بتوقف وتقول له معلم بوقف لك، هو بتقول له قد ايه الساعة، او توقف بنت ماشية بالطريق يعني وتقول لها بحبك، او يعني تقول لها بدي رقمك. او الشرط الثالث انه في هون نهر، راح تروح على النهر وبثيابك هيك ما تشلح شيء من هون، لا شرط ولا شيء هيك، بثيابك تنزل فيهم على النهر، يعني هيك بثيابك تنزل على النهر، واختار وحده من بيناتهم. بس هيك صعبات خيارات كثير وما بحسن نفسه. هلا شوف عمار، نحن اتفقنا انه راح خيرك بين ثلاث شغلات وراح تختار من بيناتهم، وما فيني غير غيرهم، وحده من بيناتهم راح تختار، يعني ما راح اعطيك غيرها شيء، حسب القرار. طيب اذا افترضنا وقفنا شوفيتك شو سالته على الساعه بيقول لي عم ناكله، واذا افترضنا وقفت بنت وسالتها بحبك واعطيني رقمك بتشاشحني وبتلم علي العالم، اذا افترضنا زدت حالي بالنار ما بحسن بثيابي شوف يا حالة الا عم تاكسي عم ناكل، هو المشكلة هي كلمة عم ناكل وما يعني، والبنت تشاشحك. بعدين يا عمار نحن اتفقنا على التحدي انه رح ننفذ تحديات، يعني بالاول جينا رح ننفذ تحديات. هذا لو انا خسران رح ننفذ طلباتك، وبعدين يعني عندك خيار النهار كمان سهل، روح نفذه. ماشي، انا اخترت قرار النهار بس بشرط، بالشرط بثيابي ما بحسن. لا عمار بدك تنزل بثيابك، نحن هيك اتفقنا، بس فيك تشلح البوط ايه، بس عمار بدك تنزل بثيابك هيك ما بصير يا عمار. يعني عشان يكون صعب شوي، اذا تنزل بالشرطة يعني كأنك عم تسبح. خلص ماشي، وفاء بالنهر. هلا عمار راح ينزل بالنهار وراح نروح ننفذ التحدي. خليكم معنا، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واستنونا بتحديات جديدة. يلا نروح. طبعا هذا هو الجسر اخواتي اللي اشرف حالي منه، وانا كنت عند وعدي اني كان احسن اشرف حالي من في زرق. هون في مكان من احسن يعني مثل ما انتم شايفين طبعا مكان يطلع منه. يلا خليكم معنا، نحن رايحين على التحدي راح ننفذه هلا. يلا عمل طبعا مثل ما انتم شايفين انه عمار نفذ التحدي وصعد التحدي. كنت تحدي وعجبكم المسابقات اكتبوا لنا بالتعليقات
يلا نروح. لا تنسوا الاشتراك. لا تنسوا الاشتراك. مبروك احمد الفوز لك. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، والضغط على زر اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس اللي تحت. سلام.